رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي فعلا يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي تولى يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك
الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي المقصود بالوجود كرم وإحسان عليه وخلق الحكمة وطوى عليها وبسط لهم من فائض المنة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود وتعورت بوجودها أكبر العوالم بقرار التكريم اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تدلل حقه في علم قدسه الواسع تدلل الله بانتشار فضله بالقرب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر كفره بالأعداد ولا يمنه ذكره بكثرة ترداد حيث أبرز من عين كان صورة هذا الإنسان من شرف وجوده ثقلان وذاك أشرفه بالأقوال فما من سلس صلى بقلب منيب إلا من سواد فضل الله على هذا الحميد يا رب سروره قد توالى بحبيب علم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا ونطرقه بحسن وعلى المقام ودنا بمجده وتعالى لوحة عين في المجد ذاته بشرا كاملا يزيح ربنا العلم قدره بالحق وشؤون وكمالا سبحان الذي أبرز الحبر من سنان ما يعزز الرزق اللسان ويهرب بعد عن الجنان انتشر منه بالعلم البطن والظهور ما منى وجود الخلق يحنون وتبارك الله من إله كريم بشرنا آيات بالذكر الحكيم إشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما فاتت هذه الإشارة وطلقها بقلب سديد فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشهد أن
بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد ودلوا على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بعجل الصلوات أجمعها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبي نور سر تعلقه به وحبه ويقبل بها بين يد الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه هذا عنوان يسرد المرام النسير اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
خلق الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتقديم والتكريم نفذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت فائدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين أو النوس الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة فما من سلط ضمت إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التم الذي يتنقل ببروزه ليتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد كانت الأقدار الأزلية بما قضت وأجرت من سر هذا النور ما أجرت وحسست به من حسست فكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشارفة الطاهرة حتى برز بعلم الشهادة بشرا لا البشر ونورا حير الأبكار ظهوره بحر فتعلقت إمة الرقيم لهذه الغروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت العنصر لا تفي بعسر مئسار أوصاف ذلك المنصوب تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا ضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفجر الذي عم العالمين وبقيت رايته بالقول والنصورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعز التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشابع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للكلام عليه وقتما حركت فيه الأنام مما استفاده الفحم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا أسماء نسبة بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار شرف بكتابة القلم والكرنطاس وتتنزل بهداك الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الحديث النور أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة ونذكر هذا الحبيب أول مخلوق ورد بالعالم منه تبرع الوجود خلقا بعد خلق بما هرس وما تقال صلى الله عليه ونخرج عبد الرزاق بسنادي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء
خلقه الله قبل أشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل أشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد سعدني الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الربانية لها غزة خفية اختص من شاءت من البرية بكمال الخصوصية وصل هذا النور المبين مصلبة ومستشرفة من العالمين. ونقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فطلقوا صلب عبد الله فالقوا إلى بطنها فدمته أشياءها بمعونة الله محافظة على حق هذه ذرة وسويها وعلى برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تزيد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عنلا حتى معنى شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فينضط فضله وتنتشر به آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا من يقوم مقام الحمد
رب السماوات
وبارك وسلم عليه وعلى آله. ومنذ علقت لي هذه الدرات المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إدراك هذا السراج والعيون متشوقات إلى بروجه متشوقات إلى التقاط جواهر القلوب فكل دابة قريش نفقت بفصيح العبارة بكمال البشارة فما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام ولم تزال الأرض والسماوات متضمخات بعطر الفرح بملاقاة أصراف الجبرية وبروزهم من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور همزة التكريم وبساط في العالم الكبير مائدة التسريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قربا وادع هذا الحديث على السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وامتار الجود إليه على أهل الوجود تجد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا وكل نور فجل حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أيحضر عند وقعه أمة ثالثا لنا بها المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط الممدود صلى الله عليه الله سيدة مريم من قسم الله له قسمة وافية وأتى الوقت هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور المعمود وبرد الحامد المحمود وزين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي
بطنه ورد رافعا ضربه إلى السماء معين بذلك رافع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره في الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مكتوبا سرا طولت ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومع برود إلى هذا العالم عندما شرف المخلوقين وأفضل الآباء. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسعد وسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك الله. قالت شفاء وأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قال ثم ألبسته وألجأته فلم أنشأ أن غزيت ظلمة وربوة شعررة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عوادني ربوة ظلمة وكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزال الحديث مني على بالي حتى ابتعثه الله وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر آيات بينات لما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وأنه عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أسرد الصلاة تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق وما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا ووسعهم بالمؤمنين حلما طريقا. لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعي منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن أشرط به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم الخير في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. عجبت بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجري ومكانه أوصاف عز وتعالى مجرها أخذت على نجم السهام عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم وضائع مولد النبي وحكاية ما أقرأ الله بهذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والوقار الأقوام في هذا المقام. وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلاة
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amin.